تتذكروا الحليب المكثف المحلى اللي عملناه الوصفة الماضية؟ إذا ما شفتوا الوصفة شوفوها. اليوم من نفس هذا الحليب رح نعمل وصفة جوز هند على البارد، حلويات سهلة ورائعة. كوبين من جوز الهند وكوب من الكريم شانتيه أو 6 معالق طعام، وملعقتين طعام من كريمة الحلويات أو كريمة الطبخ، على فكرة 2 شغالين. وهذا الحليب تبعنا رح نحط 3 معالق طعام. عملناه بالبيت، وصفة كتير سهلة ب3 مكونات بس، لازم تشوفوها. بعدين رح نعجن كل المكونات السابقة، نعجنهم كتير منيح لتمسك معنا بهذا الشكل. شوف القوام، مسكت وصارت تتشكل. ولما تمسك معنا وتتشكل رح نعملها كرات بهذا الشكل، متوسطة الحجم، صغيرة كبيرة براحتكم، يعني انتوا أحرار، لكن هذا الحجم الوسط جميل جدا. بعدين رح ناخدها على الكاكاو. أنا عندي كاكاو مع شوية سكر، حطيت ملعقتين 3 يعني بس مع شوية سكر، وراح نلفن أو نلتن أو نعمل لهم كوتينج. وهي وصفتنا كتير حلوة وكتير عجبتني، بتمنى تعملوها وتحفظوا الوصفة وتشوفوا المقادير اللي تحت، واعملوا منشن لحدا من أصدقائكم واعملوا لنا فولو. صحتين.